السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطالبات وأولياء أمور الصف الأول الإعدادي. بإذن الله بنتابع مع بعض المنهج من خلال الكتب الدراسية المختلفة، كتاب جيم، كتاب بايبت، كتاب المعاصر، وكمان الكتاب المدرسي وكتاب التقييمات. بإذن الله اللي يحب يتابع هتلاقوا كل حاجة موجودة على القناة ومترتبة في قوائم. بإذن الله ناخد مع بعض دلوقتي من كتاب بايبت تدريبات على الدرسين الأول والتاني من يونت 9 من الوحدة التاسعة. نحل مع بعض صفحة 94 وصفحة 95 تدريبات عامة على الدرسين بتوعنا. يقول لي هنا تشوز، اختار ذا كوريكت انسر، اختار الإجابة الصحيحة. رقم واحد، نقط ار فيجيتابلز، خضروات kept in salty or يعني بيكون محفوظ في salty or vinegar water في مية فيها ملح أو خل. اللي هي الخضروات اللي بتتحط في مية فيها ملح أو خل، طبعا ده تعريف بيكلز. بيكلز اللي هو الإيه المخلل، يبقى بيكلز. رقم اتنين the living room، غرفة المعيشة is organized، بتكون منظمة. the synonym المرادف of organize، المرادف أو الكلمة اللي بتتساوى في المعنى مع كلمة organize منظم، وهي tidy برضو يعني إيه مرتب أو منظم. رقم ثلاثة we add the suffix، بنضيف اللاحقة إيه to the noun للاسم wood اللي هو الخشب to form an adjective عشان أحولها إلى صفة. عايزة أقول خشبي، خشبي هتبقى إيه؟ هضيف لها اللاحقة إيه إن، هتبقى wooden. wooden يعني إيه؟ wooden يعني خشبي. رقم أربعة the chef، رئيس الطهاة preferred، جهز أو أعد نقط foods الأطعمة for the big family dinner للعشاء العائلة الكبير. يبقى جهز إيه؟ جهز traditional foods الأطعمة التقليدية. يبقى traditional foods الأطعمة الإيه؟ الأطعمة التقليدية لعشاء العائلة. رقم خمسة نقط means معناها cut into small pieces، إن إحنا نقطع الحاجة دي لقطع صغيرة. طبعا chopped يعني قطعة إلى شرائح أو إلى قطع صغيرة. chopped قطعة. إحنا نقطع الحاجة القطع الصغيرة اللي هي chopped يعني إيه؟ chopped قطعة. بعد كده رقم ستة the streets are clean، الشوارع نظيفة. the antonym of clean المضاد أو العكس من كلمة clean نظيف، عكسها طبعا اللي هي كلمة dirty يعني قذر أو متسخ. رقم سبعة we add، إحنا بنضيف الإي دي to the word chop لكلمة يقطع to form. يبقى أنا عند كلمة chop هضيف لها الإي والدي، يبقى أنا هضاعف الإي يعني هضاعف البي وبعد كده بضيف الإي والدي تبقى chopped. يبقى أنا حولتها إلى إيه؟ حولتها إلى an adjective، حولتها إلى صفة بمعنى مقطع، الحاجة دي مقطعة يبقى adjective صفة. رقم 8 you should always، ينبغي عليك دايما نقط the tomatoes، تعمل ايه للطماطم into small pieces لقطع صغيرة before adding قبل ما تضيفها to the salad للسلطة. يبقى عشان تعمل السلطة لازم انت تقطع الطماطم لقطع صغيرة. يبقى you should always chop، ينبغي عليك دايما ان انت تقطع الطماطم لقطع صغيرة قبل ما تضيفها للسلطة. رقم 9 بيقول لي هنا my desk is tidy، المكتب بتاعي مرتب. the synonym of tidy المرادف ايه الكلمة اللي بتساوي كلمة tidy مرتب ومنظم؟ طبعا هيها organized برضو منظم، يبقى بتساويها في المعنى، يبقى tidy بتساوي organized منظم. رقم 10 we add ly، احنا بنضيف ly to the word happy لكلمة سعيد to form. يبقى كلمة سعيد لو أنا ضفت لها هنا في الآخر ly تبقى happily بسعادة أو بشكل سعيد. يبقى أنا هنا حولتها إلى إيه؟ حولتها إلى an adverb، إلى ظرف أو إيه؟ إلى ظرف أو حال. رقم 11 a نقط of bread، إيه من الخبز is enough بيكون كافي for one person لشخص واحد، يبقى رغيف من الخبز. يبقى a loaf of bread يبقى رغيف من الخبز. a loaf of bread رغيف من الإيه؟ من الخبز. رقم 12 she added، هي أضافت إيه to make her فلافل عشان تعمل فلافل سندوتش. سندوتش الفلافل more delicious، تخلي سندوتش الفلافل بتاعها لذيذ أكتر. يبقى هي أضافت عليه إيه؟ أضافت عليه الصوص اللي هي الإيه؟ الصلصة. يبقى أضافت عليه إيه؟ صوص اللي هي الصلصة. رقم 13 he used the traditional way، هو استخدم طريقة تقليدية of cooking للطبخ. the synonym of traditional المعنى أو المرادف من كلمة traditional تقليدي، حاجة تقليدية هي حاجة كلاسيك برضو إيه؟ كلاسيكي أو تقليدي. يبقى هي بتساويها في المعنى، يبقى كلاسيك اللي هي الإيه؟ كلاسيكي أو تقليدي.
رقم 14 families often eat العائلات غالبا بتاكل ايه meals وجبات together مع بعض during holidays اثناء الاجازات. العائلات بتاكل ايه وجبات صحيه كده مع بعض، يبقى healthy meals وجبات صحيه مع بعض في الاجازات. رقم 15 I want to أريد أن نقط a list of groceries قائمة من البقالة for the week للأسبوع. عايز إن أنا أعد أو أجهز. يعمل قائمة بتاخد معاها إيه؟ بتاخد make a list يعد إيه؟ يعد قائمة make a list يعد قائمة للبقالة اللي هي تقضيه كلها لمدة إيه؟ أسبوع. بعد كده read and complete the text اقرأ وكمل النص بالكلمات دي. يقول لي هنا كلمة traditional تقليدي faith بعد كده healthy صحي tasty energy. شوف كده بيقول لي هنا every day كل يوم my morning routine الروتين الصباحي بتاعي starts with preparing بيبدأ بالاستعداد أو بتجهيز breakfast الإفطار preparing بإعداد أو بتجهيز الإفطار. I like to eat نقط foods that give me نقط أنا بحب إن أنا أتناول أطعمة اللي هي بتكون healthy صحية. يبقى رقم 1 healthy صحية. بحب إن أنا أتناول الأطعمة الصحية واللي بتزود جسمي بإيه؟ طبعا إنرجي الطاقة. رقم 2 إنرجي الطاقة. 2 إنرجي بتزود جسمي بالإيه؟ بالطاقة. 4 سكول للإيه؟ للمدرسة بتديني بالطاقة للمدرسة. sometimes وأحيانا I enjoy أنا بستمتع نقط meals from my family بستمتع بالوجبات التقليدية مع إيه؟ مع عائلتي. يبقى traditional meals الوجبات اللي هي التقليدية. يبقى رقم 3 traditional. traditional meals الوجبات التقليدية from my family من عيلتي أو من أسرتي. like a فلافل ساندوتش زي ساندوتش الفلافل with tahini sauce بالطحينة. the meals are always الوجبات بتكون دايما إيه and full of flavor ومليانة بالنكهة. طبعا بتكون tasty لذيذة ومليئة بالنكهة. يبقى tasty لذيذ دي رقم إيه؟ رقم 4 tasty لذيذ. بعد كده سؤال rewrite أعد الكتابة. بيقول هنا the dog's legs أرجل الكلاب are long بتكون طويلة. هنبدأ أو عايزين نستخدم of يبقى هنقول أرجل الكلاب. يبقى the legs أرجل of the dogs the legs of the dogs. يبقى هنقول هنا the legs of the dogs أرجل الكلاب are long بتكون طويلة. the legs of the dogs the legs of the dogs أرجل الكلاب are long بتكون إيه؟ بتكون طويلة. رقم 2 the hair of my sister is long شعر أختي بيكون طويل. عايزة أقول my sister عايزة أقول my sister's hair شعر أختي. my sister الأول بعد كده أحط apostrophe s وبعد كده hair. my sister's hair my sister's hair my sister وأحط لها apostrophe s my sister's hair شعر إيه؟ شعر أختي is long بيكون طويل is long بيكون إيه؟ طويل. رقم 3 the teacher's advice نصيحة المدرس is useful بتكون إيه؟ بتكون مفيدة. عايزة أقول of يبقى the advice of the teacher نصيحة المدرس the advice of the teacher نصيحة المدرس the advice of the teacher نصيحة المدرس بتكون إيه؟ بتكون مفيدة. يبقى is إيه؟ is useful بتكون إيه؟ بتكون مفيدة. the advice of the teacher is useful. بعد كده honesty's importance أهمية الأمانة is clear بتكون واضحة. عايزة أقول the importance يبقى the importance of honesty أهمية الأمانة the importance of honesty أهمية الأمانة the importance أهمية of honesty أهمية
الأمانة is clear بتكون واضحة. بعد كده complete أكمل the following dialogue أكمل الحوار التالي. ندى is talking to her mother ندى بتتكلم مع مامتها about healthy food عن الطعام الصحي for breakfast لوجبة الإفطار. هنا ندى بتقول مام يا ماما I want to eat something healthy today عايزة أكل حاجة صحية النهاردة. هنا الأم ردت فندى قالت لها maybe a salad or some fruits ربما سلطة أو بعض الفواكه. طبعا هنا الأم هتقول لها إيه؟ هتقول لها هنا أوكي يعني حسنا، هتقول لها اوكي حسنا. وبعد كده هنا ندى هتقول لها maybe ربما سلطة or some fruits بعض الفاكهة. mother الأم هتقول that's a good not ده بيكون ايه جيد. طبعا that's a good choice أو that's a good idea فكرة جيدة. that's a good idea دي بتكون فكرة ايه؟ فكرة جيدة أو بيكون اختيار جيد. هنا ندى قلت لها نقط I also have some juice عايز أقول لها هنا إيه؟ ممكن كمان إن أنا أتناول بعض العصير may I يبقى may I also ممكن كمان أتناول بعض العصير. تقول لها yes نعم but make sure لكن إيه اتأكدي it is natural إن العصير ده بيكون إيه طبيعي. ده هتقول لها اوكي حسنا I'll choose نقط oranges انا هختار ايه fresh oranges يعني برتقال طازج او عصير برتقال طازج يبقى fresh oranges عصير برتقال طازج. بعد كده الجزء الخاص بالكتابة the food you like most يعني أكتر طعام أنت بتحبه. كده حبايبي خلصنا مع بعض الفيديو بتاعنا يا رب ينال إعجابكم. لو عجبكم الفيديو لو سمحتوا اعملوا لايك للفيديو واشتركوا في القناة لكي يصلكم كل جديد. أشكركم على حسن استماعكم. أتمنى لكم التفوق الدائم بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.